دودو، شو الشيء اللي ينجح الإنسان بسببها؟ أوكي، شوفي، ما في قاعدة للنجاح غير حقيقي عشان هو ينجح. تمام؟ فلما أنت تشتري هذا التفكير هو بينجح وبيصنع فيك نجاحه. ما في قاعدة للنجاح. النجاح هذا عند ربي. احنا مثلا نقدر نسعى، نقدر نسوي، يعني نطور من أنفسنا، نثقف أنفسنا، نجتهد، لكن النجاح والرزق والمال وكل هذا الشيء عند ربي. هو اللي بيكتبه في وقت معين، في تاريخ معين، عند ربي راح يرزقك هذا الشيء. أوكي؟ والنجاح ما فيه مدة. ممكن الإنسان يعيش حياته كلها فاشل وينجح في سنة تصنع منه إنسان ناجح في سنة. ما في قاعدة، والإنسان ما ييأس إنه والله شوف أنا قضيت عمري. دائما لازم تعرفوا إنه في سنة واحدة ممكن يغير ربي حالك بطريقة أنت ما كنت حتى تتوقعها أو تشوفها حتى. يعني ما كنت حتى أنت تتمناها، كنت يعني فوق ما أنت تتمنى. في سنة، في شهر، في شهرين ممكن الإنسان يعني ربي يغير لك حياتك يا ليونا، يغير لك حياتك. فالنجاح هذا عند الله. إذا أحد جاي يقول لك كيف تنجح، هذا جالس يبيع لك شيء تشتريه عشان هو ينجح فقط. فالنجاح ما عنده قاعدة غير إنك تجتهدي وتشوفي. فالنجاح ما بيعرف، خصوصا في زمننا هذا، ما بيعرف لا ظروف، ولا بيعرف إن أنت شو عندك أو شو عندك فلوس أو شو عندك أملاك. ما بيعرف أي شيء. النجاح ممكن يجيك من عند الله في أي لحظة. فأنت شو إنك تكون عندك أهداف تسجلها، تعيش حياتك بطريقة يعني سليمة. خليك مش سيء، لأنه النجاح هذا تمرة. هذه تمرة. أنت شو بتزرع بتحصده، شو بتزرع بتحصده. فإذا أنت بدك نجاح فعلا حقيقي، أنت لازم تزرع. يعني شو أنت بدك إنه يطلع لك شوك، راح تزرع الشوك. بدك يطلع لك تمر، راح تزرع التمر. فأنت شو بتزرع بتحصده. خليكم طيبين، خليكم ناس تحب الخير لكل الناس. ليش؟ لأنه لازم تؤمنوا في حياتكم، يكون عندكم إيمان إنه ما أحد في هذه الدنيا بياخد رزق شخص تاني. ما في أحد، كل واحد بياخد بس رزقه. أنا رزق اللي عندي باخد، بس أنا رزقي ما باخد رزق أحد. فأنت لازم تؤمن إنه عندك رزق، ما راح تروح تواجه ربي أو ما راح تموت غير وإنت مخلص رزقك فوق الأرض، وغير أقل من رزقك ما راح تاخد، وأكثر من رزقك ما راح تنول. فهذا الإيمان لازم يكون عندكم عشان ترتاحوا داخليا. ما يصير عندكم هذا طاقة الحسد وطاقة الغيرة وطاقة إني ما بدي هذا الشخص يوصل أو ما بدي. لازم هذه الأشياء تتطهر، لأنه تؤذيكم أنتم، ما تأذوا الشخص اللي تحسدوه. يس. نيكست.